دكتور ياسر، جالنا اسئله كتير حابين ان انت تجاوب عليها. يلا قول، احنا بقالنا كتير فعلا ما عملناش الفيديو ده. انا اشتريت سبائك بي تي سي من عند تاجر وفي حد بيقول لي ان هي مش مظبوطه، اعمل ايه؟ الحل دلوقتي بسيط. بي تي سي عامله ابلكيشن جديد اسمه بي تي سي دي ان اي. لو السبائك دي لسه شاريها من فتره قريبه، تقدر بمنتهى البساطه هتفتح الابلكيشن وتعمل سكان على السبيكه، هتتاكد انها مظبوطه. طب دكتور ياسر، احنا سمعنا ان اسعار المصنعيات في مصر زادت. هو فعلا سعر المصنعيات في مصر زادت. الشركات كلها من اول الشهر ده زودت المصنعيات بتاعتها، وده طبيعي جدا لان طول ما الدهب بيزيد خسيات الشركات دي هتزيد، وبالتالي المصنعيات لازم هتزيد. ايام ما كان الدهب ب 1000 جنيه كان متوسط المصنعيات 100 جنيه، هي دي النسبه ما بين المصنعيه وسعر الدهب. فاحنا دلوقتي سعر عيار 21 5000 وشويه، اكيد المصنعيات هتزيد ولسه هتزيد تاني لغايه لما توصل 400 و500 جنيه. طب دكتور ياسر، لو حابب اشتري مجوهرات لشخص بمناسبه معينه، هل في افضل وقت للسنه لشراء الذهب عشان الخصومات وكده يعني؟ مفيش حاجه اسمها افضل وقت لشراء الذهب. الذهب بتشتريه وقت ما انت معاك الفلوس زياده عن حاجتك، سواء كنت عايز تشتريها هديه او عايز تشتريها ادخار او استثمار. بس الذهب بتشتريه وقت ما يبقى معاك فلوسه. مفيش حاجه اسمها وقت معين في السنه الذهب بيغلى او الذهب بيرخص. الذهب ده بورصه عالميه وسعر عالمي وقصه تانية خالص، ما بيغلاش وما بيتاثرش بالسوق المحلي بتاعنا اصلا. طب لو عندي مجوهرات ذهب مكسوره، هل من افضل ابيعها ككسر ولا احاول اصلحها؟ لا طبعا، تتباع ككسر عادي جدا. ليه تدفع فلوس في التصليح وبعد كده هتبيعها؟ مش هتفرق معاك في حاجه. وبس كده. اي حد عنده اي اسئله اكتبوا لنا في الكومنتس وهنجمعها ونعمل لكم فيديو تاني نجاوب عليها. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.